ازيكم؟ اهلا بيكم في اول فيديو للامتيز والبروجكت بان ل 2026. للي مش عارف، احنا بنخلص الحاجات اللي عندنا كلها قبل ما نشتري حاجه جديده، وده اسمه بروجكت بان، وانا بقالي بعمله داخله على سنتين. هوريكم في الفيديو ده الحاجات اللي انا خلصتها خلال شهر 12 والحاجات اللي ان شاء الله هستخدمها خلال شهر 1. ويلا نبدا في الفيديو على طول. تخيلوا ان انا لسه مكتشفه دلوقتي حالا ان انا ما خلصتش ولا حاجه من حاجه الشهر اللي فات، فان شاء الله الامتيز بتاعت شهر 1 هيكون فيها حاجات اكيد ان شاء الله باذن الله لحاجات الشعر. هنبدا دلوقتي بحاجات البشره، وفي حاجات للبشره ما نفعتش مع بشرتي فاستخدمتها للجسم، فبرضه هقول لكم عليها من ضمن حاجات البشره، وهقول لكم على طول ايه الحاجات اللي انا خلصتها والحاجه اللي انا هستخدمها. اول حاجه خلصتها وطلعته لكم في الفيفوريتس بتاعت 2025 هو الكريم ده بتاع انفينيتي هيالو كولاجين كريم 2% هيالورونيك اسيد ومارين كولاجين. هو فيه ريحه، ده العيب الوحيد اللي فيه، بس مع ذلك ما حسسليش بشرتي ولا طلع لي حبوب ولا اي حاجه، وكان ترطيبه حلو جدا وامتصاصه سريع. انا كنت وريت لكم قوامه، هو خلص خالص، انا خلصته تماما فمش بيطلع حاجه، بس كنت وريت لكم قوامه في الفيديو بتاع المفضلات. اول مره حطيته كده اللي هو ليه في ريحه، انا ما بحبش الحاجات اللي فيها ريحه على الوش خالص. خفت منه بس ما طلعليش حاجه. توقعت برضو ان هو هيبقى مناسب للشتاء اكتر، حسيته قوامه هيبقى تقيل، بس لا، اتفاجئت بصراحه، بيمتص على بشرتي كويس جدا. انا بشرتي مختلطه، بس مختلطه غريبه، يعني شويه تميل للجفاف وشويه تميل للدهنيه. في الصيف بتميل للجفاف، في الشتاء بتميل للدهنيه، مش عارفه ايه ده. مكتوب عليه ان هو لكل انواع البشره، فيعني لو حابين تجربوه جربوه، بس هفضل ارشح لكم من انفينيتي اكتر اللي هو سوزنج اند مويسترايزنج كريم، لان هو ما فيهوش ريحه. ده عجبني وممكن اكرره تاني، بس طبعا حبيبي انفينيتي سوزنج اند مويسترايزنج كريم. وبما اني هتكلم عنه، انا خلصت ده وبستخدم ده اللي هو انفينيتي سوزنج اند مويسترايزنج كريم. دي العلبه والله ما فاكره، مش فاكره رقم كام، بس هي غالبا اكتر من يعني اكتر من العلبه رقم 3، ممكن 4 أو 5، يعني مش فاكره بصراحه. جميل جدا، بحبه. هوريكم قوامه عشان الناس كتير بتقولي ورينا قوام الحاجه. هو قوامه تقيل وبياخد وقت على ما يمتص، ما ينفعش للبشرات الدهنيه ولا المختلطه الدهنيه في الصيف، اوكي، ولا ينفع للدهنيه في الشتاء على فكره. بس هو لو انت بشرتك مش دهنيه استخدميه بقى، استخدميه في الشتاء، وهاتيه حتى في الصيف بينفع. انا عندي المكان ده بيجف جامد، فبينفع للحته دي. يعني انا في الصيف مش بستخدمه لكل وشي، بستخدمه بس للحته اللي حوالين البق دي. فانا شايفاه ان انت يعني هاتيه وخليه عندك لاي منطقه جافه، سواء للجسم او للوش. حلو جدا، ما فيهوش روايح خالص، ما بيحسسليش بشرتي. يعني اكتر حاجه بلجأ لها لما يكون وشي متهيج وملتهب. جميل جميل جميل، وهفضل اكرره كتير. الحاجه التانية اللي خلصت بس مش انا اللي خلصتها هي البايوديرما ده اللي هو اسمه سينسيبيو دي اس بلس كريم. حلو جدا للناس اللي عندها اكزيما، الناس اللي هي جلدها بيحمر من مناطق معينه اكتر، وفي المناطق اللي هي بدايه منبت الشعر دي. الكريم ده حلو جدا جدا جدا، بيهدي الاكزيما، وكررته تاني عجبنا جدا لان هو اكتر حاجه فعلا نفعت لموضوع الاكزيما ده. يعني للاسف الناس اللي عندهم اكزيما مش اي حاجه بتنفع معاهم. الاكزيما دي بتبقى حاجه مزمنه، بتيجي يعني بيجي لها وقت وبيحصل لها فلير اب، وبيجي لها وقت وبيحصل لها ريلابس او بتكون يعني هاديه. فهو في الوقت بتاع الفلير ابس ده بيبقى الكريم ده جميل جدا. في الوقت اللي الاكزيما فيه هاديه بيبقى عادي، البشره عاديه تقدري تستخدمي اي كريم، بس ده بجد يعني حاولوا ان انتوا تجربوه لو انتوا بتشتكوا من الاكزيما والاحمرار والكلام ده كله. الكريم اللي خلصته بعد كده وهو المفروض كريم للفيس وللبادي ولكل حاجه، اللي هو اسمه ستار لاين من حياه. الكريم ده حلو جدا، بس ما عجبنيش للوش، عجبني للجسم اكتر، وكنت بستخدمه. انا ما كنتش انا اللي بستخدمه لوشي برضو بصراحه. بس بعدين ثانيه واحده وانا حاطاه بالشقلوب ده شكله كده، المفروض ده شكل العلبه من ورا، وده شكلها من قدام. ما كنتش بستخدمه لوشي، بس لما استخدمته كده مرتين 3 على وشي حسيته تقيل قوي وفيه ريحه شديده، فخفت منه بصراحه، خفت منه على الوش، فبقيت استخدمه للجسم حلو قوي 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 بجد. ترطيبه جميل، بيرطب جدا، من الحمايه للحمايه، عارفين هتبقوا مترطبين. بجد حلو قوي، يعني عجبني وممكن اكرره بس للجسم فقط. هو مكتوب عليه ان هو فيه اوميجا 3 و6 و9، وان هو ينفع للبيبي وللتشايلد وللادلت، وان هو للفيس وللبادي، فيعني ينفع لكل حاجه. بس بصراحه
انا ما حبيتوش خالص خالص للوش، حسيته تقيل قوي قوي، ومش زي هو راح فين مش زي الانفينيتي سوزنج اند مويسترايزنج كريم، لا يعني ده تقيل بس بيتشرب مع الوقت، لا ده تقيل وبيقعد على الوش، او اتليست كده لبشرتي، لان انا لما كلمتكم عنه لما جبته في ناس كتيره شكرت لي فيه في الكومنتس وقالوا لي ده حلو جدا ومش عارفه ايه، بس هو معايا ما كانش حلو خالص للوش، او يعني هو ما عمليش مشاكل بس حسيته هيعمل مشاكل. الحاجه اللي خلصتها بعد كده هي الشيت ماسك ده بتاع ستارفل، وده كان تاني مره استخدمه، عجبني جدا يا جماعه بجد، من الحاجات اللي هكررها على طول. انا دايما بقول الشيت ماسك ما بتديش نتيجه ولا لا 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 وما بتعملش حاجه وهي بس دلع وبتاع، بس ده يعني بيدي نتيجه وبتقعد بعده كام ساعه، يعني بتقعد مثلا 12 ساعه بعده ان وشك، او يعني ممكن اقل شويه من 12 ساعه عشان ما بقاش ببالغ، بس ان وشك بيفضل كده فيه لمعه حلوه يعني بتحس انك عملتي حاجه. فبس فده عجبني. هستخدم ان شاء الله، يعني انا ما استخدمتش طول الشهر ده غير هو الفيس ماسك ده. انا مش عارفه، انا مهمله في وشي قوي، يعني اللي هو بس انا يعني عامله روتين كده بسيط خالص من غسول ومرطب والصن بلوك، حتى مش بخرج في الشمس كتير فمش بحطه. فبس انا بس بحط غسول ومرطب، ولو طلع لي حبايه بحط ازيليك اسيد وبس كده بس كده. فبحس اني يعني لا محتاجه اهتم اكتر من كده. فان شاء الله يعني اتليست هستخدم خلال شهر واحد الشيت ماسك ده بتاع ستارفل اللي هو للتفتيح ده، عندي من زمان يعني اقدم من ده، بس انا مش عارفه ليه مش غضبانه عليه مش عايزه استخدمه. فان شاء الله هستخدمه، وهحاول استخدم شيت ماسكس اكتر كنوع من السيلف كير، مش السكين كير اكتر ما هو سيلف كير، وان انا اقعد اهتم بنفسي، لان الموضوع ده بيفرق جدا في نفسيتي، واكيد بيفرق في نفسيتنا كلنا. يعني الحاجه اللي بعد كده اللي هي مخصصه للوش بس انا ما ارتحتلهاش على وشي، هي الدرماكتيف ده اللي هو اسمه اكتي كلير. ما عجبنيش لوشي لان هو فيه نسبه نياسيناميد عاليه جدا، هم مش كاتبين هي قد ايه بس حاطين النياسيناميد اول حاجه في الانجريدينتس، فده معناه ان هو نسبته او تركيزه عالي جدا. فانا ما رضيتش استخدمه لوشي بصراحه، استخدمته مرتين ثلاثه وما رضيتش اكتر، وحتى المرتين ثلاثه دول ما كانوش ورا بعض، لان انا بخاف من النياسيناميد بيطلع لي حبوب، بيبوظ لي حاجز بشرتي عكس كل الناس. وعلى فكره لما بلاقي حد ماسك سيرم نياسيناميد وبيشكر فيه بتعصب جدا، اللي هو طب اشمعنى انا ان النياسيناميد معايا بيبهدل لي بشرتي حرفيا. كنت بستخدمه لترطيب منطقه الاندر ارم بعد ما اغسلها، بحطه هو، وبعدين بستنى برطب بيه المنطقه، وبعدين بستنى ان هو يجف، وبعدين بحط الديودرنت. الموضوع ده كنت بحس ان هو بيفرق في ترطيب المنطقه، يعني ترطيب المنطقه لوحده والله العظيم، بس رطبوا الاندر ارم وهتدعوا لي. تاني حاجه ان هو بيفرق في افراز العرق، لانه النياسيناميد بيتحكم في افراز الدهون، فدي نظريه انا اخترعتها مع نفسي، ان هو لو انا حطيته في منطقه الاندر ارم هيقلل من افراز العرق، وفعلا يعني حسب تحسن في افراز العرق. فانا مش هشتريه تاني. بس انتوا لو عندكم يعني كريم مش نافع معاكم، مش نافع لوشكم وهو كريم بشره، ممكن تستخدموه عادي جدا لترطيب منطقه الاندر ارم، بس بشرط ما يكونش فيه مقشرات ولا مشتقات فيتامين الف، لانه ده ممكن يسبب تحسس لمنطقه الاندر ارم ويعمل فيها التهاب ويؤدي الى اسمرارها، فتبقى انت مش بتعالجي، انت بتدمري، وبعدين هترجعي تدعي عليا عشان انت خدتي كلامي كده عمياني ومشيتي. فلازم احذركم، معلش انا اسفه، عشان الناس بتاخد الكلام كده من بقي وتطبقه على طول، وانا بيكون قصدي حاجه وهم بيفهموا حاجه تانية، فلازم اوضح يعني الفسفوسه اللي بقولها. الحاجه اللي بستخدمها بداله هي الكريم ده بتاع سكين سايد، المفروض ان هو بالهيالورونيك اسيد، بس انا خايفه استخدمه لانه زمان 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 من سنين كتير قوي فاتت كنت جبت الكريم بتاع نيتروجينا اللي هو لونه ازرق كده يا جماعه، فاكرينه؟ في علبه كده غطاء ابيض وهو لونه ازرق، او العلبه بتاعته لونها ازرق. الكريم ده بهدل لي وشي، كان فيه هيالورونيك اسيد يعني بنسبه كبيره وبوظ لي وشي، فانا من ساعتها بقلق من الحاجات اللي فيها هيالورونيك اسيد. حتى اللي هو بتاع، مش عارفه ليه بحطه بعيد، حتى اللي هو بتاع انفينيتي ده انا كنت مقلقه منه عشان هو فيه هيالورونيك اسيد برضه بنسبه كبيره. يعني هو اي مرطبات على فكره فيها هيالورونيك اسيد، بس انا بخاف لما يكون يعني مينلي كده كاتبين هيالورونيك اسيد بنسبه كبيره، فانا بصراحه ما جربتوش خالص على وشي، انا بس برطب بيه منطقه الاندر ارم. هو ريحته حلوه، ليه ريحه حلوه كده، ريحه ريفريشنج، شبه ريحه السان بلوكات والحاجات دي، يعني مش ريحه قويه، مش ريحه برفيوم، بس ريحه كده ريفريشنج لطيفه كده، فبحسه حلو. يعني هو حلو لمنطقه الاندر ارم ولاي تانية من تنايات الجسم انت عايزه ترطبيها بحطه فيها بصراحه، بس مش عايزه استخدمه على وشي بصراحه. يعني انا مش قادره اقول لكم هو تاثيره ايه على الوش، لان انا فعلا ما حطيتوش خالص على وشي. خلصنا حاجه البشره، ندخل على حاجه الجسم. واول حاجه في حاجه الجسم اللي عايزاكم تفرحوا بيا فيها هي البادي ميستس دي من باث اند بادي وركس. خلصتهم، اخدوا معايا شهرين عقبال ما يخلصوا، مبسوطه جدا من نفسي بصراحه. حاجه باث اند بادي وركس مقاطعه، بس انا كان عندي منها كذا بادي ميست فبحاول اخلصهم دلوقتي. وانا عايزه اقول لكم ان انا لما خلصت دول ابتديت ادخل على الروايح اللي انا بحبها من باث اند بادي وركس، ودي للاسف حاجه يعني للاسف
معلش بحبهم قوي، بس ده مش مبرر خالص ان انا ارجع اشتريهم تاني. انا هستخدمهم بقى عشان يعني اتس تايم ان انا استخدم الحاجات اللي انا بحبها يا جماعه، صح؟ وهو ده الحلو في البروجكت بان، ان هو بيجي عليكي وقت بقى وبتلاقي نفسك انت والحاجه اللي انت بتحبيها هي اللي عليها الدور، وخصوصا في البرفانات وفي الحاجات البادي ميستس والبادي لوشنز الغاليه والحاجات دي، عارفين اللي هو الحاجات اللي احنا بنكون شايلينها المناسبه وشايلينها الحاجه، والمناسبه عمرها ما بتيجي والحاجه بتقعد لغايه ما بتزنخ وبتبوظ وما بنستخدمهاش. ده اتس تايم بقى ان انا استخدم الحاجات اللي انا بحبها اللي انا شايلاها، ودايما بستخدم الحاجات اللي هي مش حلوه قوي علشان اخلي الحاجات اللي انا بحبها دي لما تحصل مناسبه او حاجه، ده الوقت اللي انا استخدم فيه الحاجات دي. انا حاولت انقي اقل 2 في الحاجات اللي انا بحبها، يعني انا للاسف كل الروائح المتبقيه دلوقتي انا بحبها جدا. ده اللي هو انتو ذا نايت، بحب ريحته جدا. لو تعرفوا حاجه من البراندز المصريه، بيتهيألي في حاجه في سولان مور او حاجه كده، يعني في حاجه شبهه، فلو تعرفوا حاجه شبهه بس تكونوا متاكدين والنبي قولوا لي يعني عشان خاطر اجيبها. وده اسمه دريم برايت، برضو بحبه قوي، وعندي منه شمعة برضو كنت جايبها على طول قبل موضوع المقاطعة. الاتنين يعني مش عارفة هيبانوا ولا لا، بس ده خلاص فاضل فيه حبة قد كده، وده ايه يا رب يتهز كده، مش شايفة والله خالص يعني، بس هو نصه تقريبا او اقل من نصه شوية وبس. ده ريمايندر ليكم ان انتوا ابتدوا استخدموا الحاجات اللي مش عايزين تستخدموها، الحاجات اللي هي حلوه قوي وانتم مستخسرينها في نفسكم، معرفش ليه. فلا، ده الوقت ان احنا نحط من كل الحاجات اللي احنا نفسنا نحطها، اللي هو حطي الميك اب اللي انت شايلاه، حطي البارفانات اللي انت مخزناها، حطي البادي ميست، حطي البادي لوشنز، اللي هو اتبسطي، العمر قصير ومحدش ضامن عمره، اتبسطوا. خلصت كمان البادي شاور سكراب ده من كامينا. ده انا كنت جايباه كده، كان شاور جel، كنت جايباه من سوبر ماركت، فكان شاور جel وهو فيه حبيبات سكراب كده، كان لطيف وبيرغي، لطيف والله يعني، بس مش هكرره تاني، بس هو لطيف يعني، وكان سعره كويس ساعتها من كام سنه، كان بحاجه و30 جنيه، حلو يعني، حلو، بس انا مش هكرره تاني، بس هو لطيف جدا يعني، لو عايزين حاجه كده في الحنين حلو جدا. بصوا يا جماعه، انا كان عندي المبرد ده بتاع الرجل، كنت بحبه قوي، بس هو يعني خلاص يعني عندي بقاله سنين كتيره، تقريبا 5 سنين، فمش بيبرد حلو، فكان عندي ده برضو استخدمته ما عجبنيش، مش زي ده، فجبت شبه ده من على شي ان، اللي هو ده، بس مش حلو، ده شبه الحجر بتاع الرجلين، عارفينه الحجر الاسود ده بتاع الرجلين، وانا مش بحب الحجر الاسود، ف انا مش عارفه اجيب ده تاني يعني، بجد ده ما عجبنيش خالص خالص، انا حسيته بيخشن الرجل، مش بينعمها، ويعني ببرد بيه الرجل واحط كريم وبتاع، بصحى تاني يوم الاقي رجلي خشنه، مش عارفه يعني، انا متضايقه قوي ان انا مش عارفه اجيب شبه ده تاني، بس هحاول ان انا اجيب شبهه. بس عايزه اقول لكم يعني ما تجيبوش اللي هو ده من على شي ان، مش حلو خالص، بالظبط هو نفس التكستشر بتاع حجر الرجلين ده، مش عارفه هيكون باين ولا لا، بس يعني. خلصت كمان شفرات اللي هي الجسم دي من موموسو، ده شكلها، وخلصت واحدة من افوفا. بصوا، انا كان متبقي عندي واحدة اللي هي شفرة حلاقة يعني، من بتوع جيلات، من كنت جايباهم كده، كان كيس كده بيبقى جواه 10 تقريبا او 12، اللي هم الرجالي. كنت جايباه من زمان قوي، من قبل المقاطعه، وانا بطلع كده في الحاجات القديمه، لقيت واحده متبقيه لسه كانت جديده، استخدمتها. وجماعه انا هجيب بعد كده اللي هو الرجالي، انا مش هجيب تاني البينك بقى والحاجات دي، انا مش هجيب تاني، هجيب بقى الماركات اللي هي مش مقاطعه، بس هجيب منها الرجالي، بجد الشيفنج بتاعها احلى بكتير 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 من الحاجات المعموله للستات. وانا مش عشان خاطر هي جيلات، انا متاكده ان مش عشان خاطر هي جيلات، انا متاكده انها عشان خاطر معموله للرجاله، والرجاله ما عندهمش هزار في الموضوع ده، اللي هو مش هفضل اجيب حاجه عشان لونها بينك، انا هفضل اجيب حاجه عشان خاطر هي بتحلق كويس. فانا من هنا ورايح انتظروني، هجرب كل شفرات الحلاقه بتاعت الرجاله اللي هي مش مقاطعه، اللي هي مش جيلات يعني، فانتظروني، انا مش هجيب تاني بقى اللي هم بينك وموف واصفر والحاجات دي، مش هجيب الكلام ده خالص، هنجيب بعد كده شفرات الحلاقه بتاعت الرجاله، لان ممتازه الشيفنج بتاعها مفيش احلى من كده. قلت لكم في فيديو الشهر اللي فات ان انا كنت هستخدم اللي هو الديودرنت بتاع درماتيك ده، بس لقيت ان انا طلع لي في منطقه الاندر ارم زي اللي هي حبايه كده، هي بصراحه ما خدتش يومين وراحت، بس هي خضتني جامد، وكانت حبايه براس بيضه وكده يعني، انا اول مره يحصل لي الموضوع ده، فطبعا اتقفلت منه يعني، انا مش عارفه اذا كان هو السبب ولا مش هو، هو غالبا مش هو بس انا اتقفلت منه، فهو لسه فيه كتير، بس انا مش هستخدمه، معلش الكلام ده ما عنديش فيه هزار، فمش هستخدمه، سواء هو السبب او مش هو يعني حظه وحش معايا، انا متاكده بنسبه 70% ان مش هو السبب،
بس معلش انا اسفه مش هرجع استخدمه تاني. بستخدم دلوقتي اللي هو مزيل العرق ده من تلوفيل، قلت لكم عليه في مفضلاتي بتاعت 2025 لان هو فعلا حلو. انا كنت بستخدم الحاجه وبركنها وبعدين برجع اقول لكم عليها انها من مفضلاتي، فبعدين انتوا بترجعوا تقولوا لي لا دي وحشه، فبرجع انا اشك في نفسي. بس ده انا كنت استخدمته عشان اجربه، عشان اعمل لكم الفيديو بتاع مزيلات العرق ده، وقلت لكم عليه ساعتها ان هو حلو، وركنته بقى عشان استخدم بقيه الحاجات التانية. لما رجعت استخدمته تاني لسه حلو، لسه حلو، بيحمي من العرق حلو جدا، من اكتر الحاجات اللي انا المصريه اللي انا استخدمتها بتحمي من العرق، وده من الحاجات اللي انا استخدمتها. بس هتقولوا لي طب استخدمي فلان وعلان ومش عارفه ايه، هقول لكم انا لسه عندي حوالي 6 تقريبا 6 مزيلات عرق من الفيديو بتاع من سنه ونص كنت عملته عشان استخدم لكم فيه، اجرب اغلب انواع مزيلات العرق المصريه، فلسه عندي تقريبا يا 4 يا 6 حاجه زي كده. لما يخلصوا ان شاء الله بعون الله باذن الله هبقى ساعتها اجرب الحاجات اللي انتوا عايزيني اجربها. خلصت كمان البادي باتر دي بتاعه افوفا، قلت لكم عليها برضو في مفضلات 2025، قلت لكم انها اكتر حاجه في الشبه من ذا بادي شوب، وانا كنت بحب البادي باتر بتاعه ذا بادي شوب جدا. هي سميكه كده، بتاخد وقت في الفرد عشان تدلكيها كده ما بين ايديكي عشان تفرديها على جسمك، وبتاخد وقت في الامتصاص، بس ترطيبها كان جميل وريحتها حلوه وخفيفه وعسوله ومش بتلزق على الجسم كتير، يعني ريحتها بتقعد ايه مثلا ساعتين 3 وبتروح، بس مش فارق معانا الريحه، احنا فارق معانا الترطيب. كان ترطيبها جميل جدا وحجمها كبير وبتقعد فتره طويله، حجمها 200 جرام وحلوه جدا. انا يعني ساعات بستخدمها على المناطق اللي هي الركب والاكواع والمناطق اللي فيها جلد الوزه والجلد الخشن والكلام ده كله، وساعات بستخدمها على الجسم كله، يعني على حسب مزاجي بصراحه، ما فيش قاعده معينه بمشي عليها. بس حلو يعني عجبتني، ممكن اكررها تاني في المستقبل، ممكن ان شاء الله. استخدم بدلها بقى حبيبتكم اللي انتوا يعني قعدتوا تقولوا لي استخدميها، قولي لنا رايك فيها، استخدميها، هي بتاعه ليدي طبطب. انا كنت متحمسه انا كمان ان انا استخدمها، وبصراحه اتفاجئت ان الدور جه عليها بسرعه، لان هي حرفيا الدور جه عليها. انا مش بستخدمها عشان خاطر انتوا قلتوا لي استخدميها استخدميها استخدميها، لا هي انا بشوف كده لقيتها ايه ده هي اللي الدور جاي عليها، فاتبسطت قوي بصراحه، اتبسطت جدا يا جماعه. البروجكت بان ده الحلو فيه ان انت بتتفاجئي كده اللي هو انا هستخدم ايه الشهر ده، يعني انا خلصت الحاجات اللي عندي، بفتح بقى انا بشيلهم في كابينه كده في الحمام، فاللي هو بفتح كده بقى بشوف ايه الحاجات اللي عليها الدور، فاللي هو والله كاني بشتريها من اول وجديد، فاتبسطت جدا. فانا عايزاكم بجد، عايزاكم تحسوا باحساس ان انتوا احساس الانجاز ده اللي هو لما تخلصوا علبه فاضيه وترموها، واحساس اللي هو الفرحه كده انك كانك بتشوب يور كلوزت او بتشوب يور بانتري، بتشوب الحاجه اللي انت اشتريتيها من زمان وركنتيها، بتعيدي شرائها تاني كانك لسه بتشتريها من اول جديد، فبتتبسطي وبتفرحي. عايزاكم تجربوا الموضوع ده غير فيه فرحه كمان ان انتوا بتفضوا المكان حواليكوا، بتفضوا كده، بتخلوا فيه سبيس كده في البيت بتاعكم او في الحمام او في الاوضه او في التسريحه، بتفضي اوضتك كده، بتحسي بهدوء كده يعني الناس اللي جربتوها اكيد هتفهمني، فاكتبوا لي في الكومنتس لو جربتوا ان انتوا بتفضوا التسريحه بتاعتكم من الحاجات المتربه، من الحاجات المتراكمه، من المنتجات الكتيره اللي عامله لك منتال كده كيوس كده وفوضى كده، فقولوا لي. المهم نيجي بقى ده شكل اللي هي البادي باتر بتاعه ليدي طبطب، هي دي اللي هي اسمها نعومي ولا ايه مش عارفه، اعتقد هي اللي اسمها نعومي، هي نعومي. بترطب حلو جدا. كانت في واحده كتبت لي في الكومنتس على الفيديو اللي قلت لكم فيها استخدمها السنه الجايه اللي هي السنه دي، يعني كانت قالت لي ان هي حاجه ليدي طبطب البادي باتر ترطيبها كويس جدا بس روايحها مش قد كده. انا عملت لها لايك، هي فعلا عندها حق، يعني انا ما عرفتش اقول يعني انتي وصفتيها بالظبط، الروايح الريحه مش اللي هي حلوه بس مش اللي هي، بس الترطيب جميل جدا. طبعا لسه في اولها، فانا يعني حتى ايه ما تاخدوش على كلامي قوي من ناحيه حتى الريحه، بس انا حاسه فعلا الريحه مش اللي هي، يعني مش اللي هو واو كده، لا يعني ريحه عاديه، وهي حتى مش بتطول كتير، هي بتقعد من 2 ل3 ساعات، يعني لو بتقعد حاجه بسيطه كده، بس الترطيب جميل، ترطيب بيقعد. وحتى لما يعني انا دلوقتي حطيتها على ايدي، لما حتى بغسل ايدي بحس ان ايدي مترطبه، بس لما بغسل ايدي بصابون اللي هو صابون مش بينشف الايد، لان لو انت مهما رطبتي ايدك بس الصابون نوع الصابون اللي انت بتستخدميه سواء صابون الايدين او صابون المواعين او الحاجات دي، لو بتستخدمي نوع بينشف الايدين والله مهما رطبتي ايدك بايه هتحتاجي ترطبيها كل شويه، لانه النوع بتاع الصابون بيفرق جدا طبعا في ايديكي. فلو بتستخدمي نوع صابون حلو يعني هتحسي ان الترطيب لسه قاعد في ايديكي. ده طبعا ايه لسه كده كلام مبدئي، لسه هي كبيره معانا تقريبا 400 جرام، فضعف بتاعت افوفا، فهتقعد معايا فتره طويله، بس يعني مبدئيا عجبني ترطيبها جدا. اخر حاجه من الحاجات اللي انا هستخدمها ان شاء الله في شهر 1 هي البادي لوشن ده بتاع فانيلا ويف. ريحته جميله قوي،
يعني انا استخدمته كده مرتين تقريبا، ريحته جميله قوي قوي قوي. انا مش بستخدمه على كل الجسم عشان هو حجمه صغير جدا، ودي الحاجه اللي بتضايقني في حاجه سولان مور. يعني الشاور جel بتاعهم كبير جدا، بس البادي لوشن اللي هو يا جماعه طب يعني اعملوا سايزز قريبه من بعضها، يعني اعملوا بادي لوشن يليق على حجم الشاور جel، بحيث ان انا لما اجيب الشاور جel استخدم معاه البادي لوشن فيقعد فتره متقاربه يعني. المهم حجمهم صغير قوي بس، وترتيبهم مش قد كده كمان على فكره، بس الريحه جميله. فانا بستخدمه على ايدي، يعني عارفين على المنطقه دي كده، يعني فاهمين اللي هو الحتت القريبه مني عشان افضل شماه. فبس فريحته جميله قوي، ريحه فانيلا ويف دي جميله. وان شاء الله لما اخلص البادي ميست اللي عندي ممكن اجرب البادي ميست بتاع فانيلا ويف كمان. اخر حاجه دي صلاحيتها منتهيه من 2023 من شهر 9 2023، فقلت لكم بس ان انا هرميها. دي الشيا باتر بتاعت ناو، انا بصراحه جبتها كنت جايباها عشان اعمل بيها، والله ما فاكره حقيقي مش فاكره انا كنت جايباها ليه، بس واضح ان انا استخدمتها حبه حلوين وبعدين ركنتها وبس، وهي صلاحيتها انتهت. وانا بصراحه يعني حاسه ان صلاحيتها انتهت بقالها كتير قوي. انا بستخدم حاجات منتهيه الصلاحيه بس تكون يعني خلال السنه، بس يعني صلاحيتها منتهيه من 2023، فلا حاسه كتير شويه. وانا كمان مش عارفه استخدمها في ايه، يعني انا فجاه كده اللي هو احنا كنا بنستخدم زبده الشيا في ايه بجد مش فاكره. فبس فهرميها. فانا قلت لكم بس يعني ده ريمايندر ان انتوا طلعوا الحاجات اللي عندكم وشوفوا ايه الحاجات اللي انتهت صلاحيتها بقالها سنه سنتين وتخلصوا منها علشان نفضي الدنيا شويه. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا خلصتوها الشهر اللي فات، ايه الحاجات اللي هتستخدموها الشهر ده، ولو ما ابتديتوش تعملوا البروجكت بان ابتدوا اعملوه وابتدوا استخدموا الحاجات اللي عندكم وخلصوها عشان تحسوا بالانجاز كده وتتبسطوا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.